بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلة الشذ العرفي في فن الصرف مع العلامة الحملاوي. قال أوزان الرباعي المزيد فيه وملحقاته. انتهينا من شنو نحن؟ من أوزان الرباعي المجرد وأوزان الثلاثي المجرد والمزيد. اليوم نكمل لأنه هو ماشي بالدور. بعد الثلاثي المزيد دانا أوزان الرباعي المزيد فيه كمان وملحقاته. قال ينقسم الرباعي المزيد إلى قسمين: ما زيد فيه حرف واحد يعني بقى كم؟ هيبقوا خمس حروف. الفعل حيكون فيه كم؟ رباعي دو واحد بيبقى كم؟ 5. ومزيد فيه حرفان كان 4 دو 2 ما 6. وده ده الغاية بتاعته. أقصى عدد بتاع حروف ممكن يصلوا الفعل قلنا زمان كم؟ 6. عشان كده قال 2 بس. فالذي زيد فيه حرف واحد وزن واحد. وزن شنو؟ واحد. وهو تفعلل كتدحرج. شايف؟ أيوة. شنو؟ تفعلل كتدحرج. ودائما قلت لك نص الصرفيين لما يجوا ما بيقولوا بيتفعلل، بيقولوا بالاسم. يعني هنا من هنا لو قال لك ما هو المزيد الذي يعني وزن الرباعي المزيد فيه حرف واحد بيقول كذا تدحرج. بيقول شنو؟ ما بتقول تفعلل، خلاص تفعلل خلاص بتحفظ شنو انت؟ تدحرج. ثاني يقول الكلمة دي والله على وزن تدحرج. عرفتم؟ والذي يزيد فيه حرفان وزنان. أفعنلل كحرنجم. احرنجمت الإبل قلنا زمان تجمعت. نفذتوها؟ والإحرنجموا أجمعوا. خلاص جاي من شنو حجرهم معاي؟ فيه كم فعل كم حرف زايد؟ حرفين. شنو؟ لا أبدا صح. همزة الوصل ثم النون. ما تقول الالف يا الواسع. ما قلت الالف. ما الالف؟ تقول شنو؟ همزة الوصل وشنو؟ النون. ايوه. افعن قولوا افعن عشان تعرف تنطقوا. افعن لا. والثاني افعلل كقشعر واطمأن. وانت بعدين تجي توزن ثاني لقدام يقول لك كلمه او الحرف او الفعل على وزن شنو؟ بتقول على وزن حرنجمه. وذلك على وزن شنو؟ ما بتقول افعلل، يقشعر او يطمئن. وضحت؟ طيب ده ديته الذي يزيد فيه حرف واحد، اللي يزيد فيه شنو؟ حرفين. خلاص؟ قال ده أوزان الرباعي المزيد فيه. عرفتوا؟ خلاص؟ وملحقاته. ملحقات منه حيكون؟ ملحقات الرباعي المزيد فيه حرف واحد. ملحقات الرباعي المزيد فيه شنو؟ حرفان. والملحق بما زيد فيه حرف واحد. شايف يأتي على 6 أوزان. تذكروا الإلحاق؟ ده الإلحاق. يقول لك ملحقاته إلحاق. ذكروا الإلحاق الدرس الفات؟ عرفتوا الإلحاق؟ نفس ذكروا ولا ما متذكرين؟ أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. هاي ده الإلحاق اللي قاصدينه. ملحقاته دي جاية من شنو؟ من الإلحاق ده. طيب الرباعي المزيد في واحد بيلحقوا به كيف؟ قال 6 أوزان. الأول تفعلل كتجلبب. تجلبب مزيد فيه حرفين. أصيله شنو؟ تجلبب أصلها شنو؟ جلبة. ما جلببة، جاء من جلباب. جلبة جالبة ده الأصل. إذا فيه تاء والباء. الباء الثانية اللي هي اللام الثانية دي زايدة، ما من أصل شنو؟ الفعل. إذا فيه كم؟ 2. ده جاي منه كتجلبب. ده ألحقوه بشنو؟ تفعلل.
الثاني قولوا عشان تعرفوا تنطقوا. تفعول كترهوك، قلنا المرة فاتت. تفعول كشنو؟ ترهوك. قولوا أنا لكم تقولوا. تفيعل كتشيطن. تفوعل كتجورب، يعني لبس الجورب. تمفعل كتمسكن، شايف؟ السادس تفعل كتسلقى، يعني رقى على شنو؟ على ظهره. تمام. والملحق بما زيد فيه حرفان، ده ما زيد فيه حرف واحد ليه وزنين. الأول أقرأ أنت أقرأ الكلمة لو غلبتك. افعلل افعلل شنو؟ كقعنسس، اقعنسس. تقاعس جاي من تقاعس. اقعنسس أي بالغ في التأخر، تأخر شديد. تقول شنو؟ اقعنسس. افعلل معايا يا شيخ. والثاني افعلل كشنو؟ اسلنقا وضحت؟ قال والفرق بين وزن إحرنجم وقعنسس شنو؟ لاحظ إحرنجم فوق وزنها شنو؟ افعل للا إحرنجم افعل إحرنجم. طيب وإقعنسس وزنها شنو؟ افعل للا. قال ما زي بيشوفوا زي البعض، تشوفون زي شنو؟ انهم واحد. قال لك لا، ان إقعنسس احدى لاميه زائده. إقعنسس دي اصلا وزنها شنو؟ افعل للا. السين الثانيه اللي هي اللام الاخيره، السين الاخيره زايده، ما من اصل شنو؟ الكلمه. اما هناك إحرنجم دي كلها شنو؟ كل الأصليات، لكن الثانية دي للإلحاق. فياته إقعنسس، السين دي أضفنا لشنو؟ للإلحاق. إذا لام الثانية ما لا زائدة للإلحاق، عشان كده قال لك إحدى لاميه شنو؟ زائدة للإلحاق. بخلاف إحرنجم فإنهما فيه أصليتان، صح؟ افعلل إحرنجم افعلل، لكن الاثنين مالون أصليات، لأنه هو افعلل دي للجيم والميم. اللام الأولى للجيم، جيم أصلية، واللام الثانية للميم، والميم مالها أصلي. ده الفرق بيناتهم، مع إنه وزنهم شنو؟ واحد. لكن لأنه هنا لو ما كنت عارف موضوع المزيد الإلحاق بتروح عليك. إقعنسس ما أصلها كده، أصلا جاي من شنو؟ قعسة، ما عاش شنو؟ تقاعسة، ما فيها سينين. طيب السين الثانية ضفنا لي شنو؟ لشنو؟ للإلحاق. وضحت؟ تنبيهان. قال الأول ظهر لك مما تقدم، كده ما انتهى وخلاص. جاب المزيد الثلاثي، المجرد الثلاثي وأوزانه، والمزيد الثلاثي وأوزانه ملحقاته، والرباعي المجرد وأوزانه، الرباعي المزيد وأوزانه ملحقاته. قال ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته 4 أقسام. مادته يعني شنو؟ من حيث حروفه الأصلية. ثلاثي، رباعي، يعني كان تنبيهات دي ما تنبيهات، كانوا دايما من خلاصة أو مختصر، بس مختصر الكلام الفات. احنا لقينا قال لك إنه الفعل باعتبار مادته، يعني مادته يعني من حيث حروفه الأصلية بينقسم لكم؟ 4: ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي. ما صح؟ وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسكنات، يعني ناس ضم فتحة كسرة وأوزان 37 بابا. 37 باب. تمشي ترجع تجيب من الدروس اللي فاتت، لو جمعت من تلاقي 37 شنو؟ باب. 6 أبواب للثلاثي المجرد. ذكروا؟ لا نحسب 37 ديل. 6 أبواب للثلاثي المجرد. ذكروا؟ ناس البيت فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر ضم، ولا ضم كسر، ضم كسر، كسر ضم، كسرتان. دي 6. و12 للمنشعبة من الثلاثي. نازل المزيد
الثلاثي وهو ملحقاته. خلاص. وباب واحد للرباعي أحسب، وثلاثة للمنشعب للرباعي، وسبعة للملحق بدحرجة. شايف بقول كيف؟ نقول كيف نحن بقينا؟ هاي دحرجة. وستة للملحق بتدحرجة، قال لك هسي قال لك. واثنين للملحق بإحرنجمة. لاحظتوا؟ تجمع ديل بتلقاين كم؟ سأمشي أعمل لك هوم وورك في البيت كده، عمل منزلي، طلع لي 37 دي عارفين. قاعدات كلهن قلناين كلهن، هو بس بيختصر. الثاني قال شنو؟ لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد، ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد. لا يلزم في كل فعل مجرد أن يستعمل له شنو؟ يعني ما ضروري أي فعل مجرد يكون عنده شنو؟ مزيد. هسي زي ليس ده فعل لكن ما عنده شنو؟ مزيد. يجيبوا له مزيد من ده مجرد ثلاثي، مزيد شنو؟ ما ضروري يعني. عسى فعل ثلاثي مجرد، زايد شنو؟ ما عنده مزيد. لا يلزم. ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد. ودول له استعمل له مجرد يعني عند العرب ما استعملوه. اللغة دي بالسماع، ما القياس ما فيها هنا، يعني دي ما قوانين. اللي عملوه العرب شنو؟ فمثلا ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد. العرب قد استخدمت أفعال بتكون بس قاعدة مزيدة، لو ده نجيب لها مجرد ما في. زي شنو؟ احمر. شنو؟ احمر اللون. العرب يقول احمر، ولو دار يزيدوا يقول احمر اللون. لكن احمر دي مزيد صح؟ من حمرة. لكن ما في عربي ولا العرب استخدموا كلمة شنو؟ المجرد حمر اللون. ما سمعنا العرب قالوا شنو؟ حمر اللون. بيبدوا طوالي بالمزيد، بيقولوا شنو؟ احمر اللون. فليس له مجرد. وتقول لك ليس له مجرد معناه شنو؟ يعني ما استخدموا مجرده. معايا يا شيخنا؟ هاي ما يعني ما هاي. زي عثمان الاسم ده مزيد. اصلا سمعنا عثيمة. العرب اصلا قالوا عثيمة، ده مزيد مجرد وعثيمة، لكن ما قال يستخدموا. عثمان الاسم عرفتوا؟ ده اسم مزيد اصيله من عثيمة، لكن ما في عربي يستخدم شنو؟ المجرد. ده عشان كده قال لك شنو؟ ولا في كل مزيد ان يستعمل شنو؟ له مجرد. ما ضروري. خلاص يا شيخنا؟ كذلك بيجيك السي قال ولا فيما استعمل فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه البعض الآخر، بل المدار في كل ذلك السماع. يعني شنو؟ ما استعمل فيه بعض المزيدات. المزيد ده ما كثير، يعني أفعل وفعل واستفعل وافعول وافعل في كمية من المزيدات، لكن على حسب استخدام العرب. ما ضروري مثلا أنا قلت احمر ده مزيد بشنو؟ حامرة مزيد بالهمزة وبشنو؟ وبالتضعيف. احمارة مزيد بشنو؟ بالهمزة والالف والتضعيف. طيب ما عندنا من حروف الزيادة شو ما سهلتمونيها؟ ما في عربي قال استحمر. ما في عربي قال شنو؟ استحمر لأنه مثلا طلب اللون الأحمر. عارف سين وتاء مع لا ما ضروري قال لك ده كلامه. ولا في كل ما استعمل في بعض المزيدات أن شنو؟ أن يستعمل في شنو؟ فيه البعض الآخر. ما ضروري يعني تستخدم بس خلاص هو مزيد يقبل أي زيادة. لا حسب حالة شنو؟ استخدام العرب له. عشان كده قال لك بل المدار في كل ذلك شنو؟ السماع. يعني شنو؟ استخدام العرب كانت بتستخدم كيف؟ معايا يا شيخنا؟ قال ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم. ثلاثي فعل ثلاثي لازم. قال فتطرد فزيادة الهمزة في أوله للتعدية. فتطرد. ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم فتطرد، يعني ممكن تستخدم زيادة الهمزة في أوله للتعدية.
ده مستثنى من حكايه انه الثلاثي عين يعملوا له شنو؟ يكون عنده مزيد، والمزيد ده يغير، بقت عاده تضطرد، يعني بقت عاده العرب. زياده الهمزه في اوله للتعديه، هو كان لازم، فعل لازم، تعرفوا يعني شنو؟ لازم يعني شنو؟ يعني ما عنده مفعول به، ما عنده مفعول به، ما عنده، ما يتعدى الى مفعول به. ده الفعل يسموه الفعل شنو؟ اللازم. والمتعدي يسموه شنو؟ متعدي. فعل متعدي يعني محتاج له ولا شنو؟ لمفعول به. اذا اللازم تقوله، تعرف كيف تلقى الجمله اكتملت. معايا يا شيخنا؟ ذهب مثلا محمد الى السوق، خرج جعفر. خرج منه؟ الجمله انتهت ولا ما انتهت؟ ده اسمه لازم. ما احتجنا لشنو يا مولانا؟ لمفعول به عشان الجمله تكتمل. ده اسمه يسموه الفعل يا اللازم. اما الفعل المتعدي ده الجمله مالها ما بتكتمل الا نعرف شنو؟ المفعول به عشان الجمله تكتمل. زي مثلا زي شنو؟ مثلا لا ما ضرب، مثلا ضرب محمد. ضرب منو؟ او ضرب شنو؟ كده الجمله ما انتهت. ضرب محمد، كل تلقى انه السامع ماله لسه منتظر منا الجواب. ده ضرب محمد شنو؟ ضرب محمد شنو؟ اذا ضرب ده فعل شنو؟ متعدي. يلزم له شنو؟ يتعدى الى مفعول به، ده معنى المتعدي. خلاص؟ فقال لك يا مولانا ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم، فتضطرد زيادة الهمزة في أوله للتعدية. يعني بقت عادة العرب إنه لو دار يخلوا فعل لازم يبقوا متعدي يخط له همزة، فيقال ذهب. ذهب ده فعل لازم. ذهب محمد إلى السوق، خرج جعفر. لكن لو دار بقي من لازم لمتعدي أقول أذهب. أذهب محمد. طوال احنا نسأل أذهب محمد شنو؟ أذهب محمد مثلا الصداع عني. أذهب محمد الفلس عني. كويسة دي. مثلا خرج جعفر، ده اسمه لازم. ده نبقى متعدي خدت لي شنو؟ همزة يبقى شنو؟ أخرج جعفر. طوال نسأل أخرج جعفر شنو أخرج؟ إذا تحول من لازم إلى شنو؟ متعدي. تقول أخرج محمد من المفتاح من جيبه. المفتاح، أيوة، أخرج محمد المفتاح. وضحت؟ عرفتم؟ قال لك ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم، فتضطرد زيادة الهمزة في أوله للتعدية، فيقال فيه ذهب أذهب، وفيه خرج أخرج. فالمزيدات وتصاريف الأفعال دي الصرف ده قصده أصلا أساس موضوعه شنو؟ التصريفات دي. التصريفات دي يجيب لك الفعل والفاعل والمفعول به والصفة المشبهة والمضارع والشنو اسم الفاعل والمصدر. مفروض الناس يحفظوها. لو حفظتها بتبقى زول ضليع في المصدر. في كتاب اسمه الأمثلة المختلفة. اسمه شنو يا الواسع؟ الأمثلة المختلفة. ده لو جبتوه كتيب صغير شديد، لكن فيه شنو؟ كل الأبواب. بيسهل لك الحفظ بتاع شنو؟ بدون ما تكوس، بدل تكوس المعاجم. لو حفظت الأمثلة المختلفة ده، واسي الناس برا، الناس المهتمين بالمصرف بيحفظوا كم 20 ورقة. حفظته بيجيب لك كل شنو؟ اللوزان والتصاريف. نحن ما انتهينا من اللوزان، عشان كده لابد 27 دي المفروض تزود حواليها عشان تحفظ الحاجات دي. سهل انك لو الكتاب ده مسهل عليك. اسمه شو الكتاب؟ لو لقيته حفظته مع كتابنا ده شذ العرف، بتبقى انت زول استفدت من علم الصرفي واخدت فيه فكره كويسه. بتبقى زول يعني عندك فكره ممتازه في شنو؟ في علم الصرف. تسالني تقول لي اعمل بشنو؟ لما غش غضب بعضنا. احنا عندنا القران عشان تدبر بيه القران، عشان 3/4 معاني القران طالعه من علم الصرف. 3/4 معاني الكلمات بتاعت القران طالع من وين؟ من علم الصرف. وضحت؟ طيب الكتاب ده جيبوا لنا، ده هنجيبه لكم احنا المنهجيه، نخطه خلاص، نخطه في المنهجيه ككتاب اضافي ما بندرسه. ككتاب شنو؟ اضافي. يعني انت زول انتهى من شذ العرف المفروض يكون وصل كتاب شنو؟ الامثله المختلفه يلقاه. بعد ده اختياري لك. لو ده تبقى قوي في علم الصرف المفروض تحفظ لنا شنو؟ الامثله المختلفه ده.
وزي القصيده، حفظ تام زي القصيده، زي جدول، هو زي جدول الضرب. ضرب يضرب وضارب فهو ضارب، بيلحين لك لحين. انت هسه حدك في الصرف تقول شنو؟ كده هصرفينها والله ضرب يضربه ضربا وبتجيف، ديل ثلاثه بس. لكن ده بيجيب لك شنو؟ كلين وبيجيب لك بطريقه فيها شيء من اللحن، مرتبه كويس، بتنحفظ لك. فهمتوا كلامي؟ وده اختياري للزول الداير شنو؟ يتضلع في علم شنو؟ مش يتضلع يعني يبقى عالم كبير في الصرف، لكن اقل الاقل يا طلال يكون مالك عندك فكره ممتازه. لا انت لو حفظت الامثله المختلفه يكون عندك فكره ممتازه. اللغه العربيه اللي بتوسع عليك في راسك. وضحت؟ جيبوا لنا نشوف. ده كتاب بنخطه احنا مع شنو؟ في المنهجيه، لكن اضافه مع منه. اي كتاب بناخده لابد يكون عنده صب، عنده حاجه اضافيه. الشذ العرفي ده كتابه المضاف له ازول يقرا براو الامثله المختلفه. فصل في معاني صيغ الزوائد. خلاص؟ قال في معاني صيغ شنو؟ الزوائد. يعني الزوائد دي اي زائد او اي مزيد اوزانه عندها معنى، عندها شنو؟ استخدمته العرب. اول واحد افعل تاتي لعده معاني. احنا من زمان قبل ما تقرا الكتاب بتاع الصرف ده ارفع راسك. افعل دي بتقول التفضيل ولا ما كده يا شطوار؟ افعل دي لشنو؟ التفضيل. بالله يليق عليه ادوك لنا 10 بس الصرف ادوك ليه كام؟ 10 الصوم على التفضيل. عين اهميه العلم ده كيف؟ افعل تلاقي اي افعل انت عندنا احنا شنو؟ للتفضيل. لا قال لك عندها عده شنو؟ معاني. مثال هذه واحده من الحاجات. الاول التعديه اللي هو محل بدينا قبل شويه، محل انتهينا قبل شويه. للتعديه لشنو؟ افعل ما فيها الف في همزه ندخلوها. التعديه يعني شنو؟ يعني فعل لازم يبقى قول شنو؟ ايوه. وهي تصيغ الفاعل بالهمزه مفعولا. للتعديه تصير شنو؟ الفاعل كان فاعل بالهمزه دخلناها دي يبقى شنو؟ مفعولا. كأقمت زيدا اصلا شنو؟ قام زيد. قام زيد كان فاعل. لما دخلت عملته على وزن افعل بقى شنو؟ اقمت زيدا بقى شنو؟ مفعولا به. لاحظت؟ طيب. واقعدته اصلا شنو؟ قعد زيد كان فاعل، دخلت انا وبقيته على وزن افعل، دخلت الهمزه. صيرت ايوه بقى اقعدته، اي اقعدت زيدا. واقراته الكتاب. وضحت؟ طيب. قام قال لك والاصل قام زيد وقعد زيد وقرأ زيد. فلما دخلت عليه الهمزه صار زيد مقاما ومقعدا ومقرأا. فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد. متعديا لواحد يعني شنو؟ يعني يمشي ينصب مفعول شنو؟ مفعول به واحد. ده معنى متعديا، يكون عنده مفعول به شنو؟ واحد. وإذا كان متعديا لواحد صار بها، يعني بالهمزة دي متعديا لشنو؟ إلى اثنين. إذا كمان هو أصلا كان متعدي، لكن كان متعدي لشنو؟ فعل متعدي يتعدي لشنو؟ لمفعول به واحد. لو دخلنا الهمزة دي هيبقى متعدي لكم؟ لاثنين. وإذا كان متعديا لاثنين صار بها متعديا لثلاثة. شايف الهمزة دي؟ اسمها شنو؟ شنو؟ التعدية. خلاص؟ ولم يوجد في اللغة ما هو متعد لاثنين صار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم. شو مريح كده زودا؟ يعني كلامه شنو؟ يعني في متعدي واحد متعدي لواحد وبالهمزة صار متعدي لكم؟ لاثنين. لكن أصلا هو كان متعدي لاثنين وصار بالهمزة متعدي لثلاثة بس فعلين، رأى وعلم. كيف؟ كرأى وعلم زيد بكرا. أصلا شنو؟ رأى زيد بكرا. رأى فعل متعدي، زيد بكرا ده متعدي لكم؟ اثنين. خلاص. وعلم
زيد، لا لسه رأى زيد بكرا، ما هو الثاني قائما. رأى زيد ده الفاعل، بكرا رأوا ماله قائما، ده متعدي لكم؟ وين الاثنين؟ بكرا مفعول به أول، قائما مفعول به ثاني. ده أصلا كده رأى زيد، رأى شو زيد ده؟ بكرا رأوا كيف؟ قائما، متعدي لكم الراء ده؟ الاثنين. وعلم زيد، وعلم زيد بكرا قائما، بقت كم؟ اثنين. مع شيخنا؟ قال وين؟ تقول، يلا دخل الألف، دخل الهمزة. أريت أنا، أريت زيدا بكر، أرفع راسك. أريت أنا زيدا بكرا قائما. إذا تعدى لكم؟ أصبح زيد زاد وكان فاعل له بقى مفعول به. إذا بقوا كم مفعول به؟ مفعول به أول، مفعول به ثاني، مفعول به ثالث. وعلمها وأعلمت، أعلمت زيدا بكرا غائما. الحقيقة في اللغة العربية ما في غير الاثنين ديل، حتى في الألفية بذكروا بس الاثنين ديل بس. شنو؟ فعل رأى وفعل شنو؟ علم. تقدر تعرف زول هنا سريع تمتحن لك زول مبتدئ في اللغة تسأل عن رأى وعلم. ده الفعل الوحيد اللي كان متعدي باثنين بقى متعدي بكم؟ ثلاثة. ده شنو؟ دي التعدية دي شنو؟ دي واحدة من معاني أفعل. الثاني صيرورة شيء ذا شيء، صيرورة شيء ذا كألبن الرجل، أي أصبح ذا لبن. وأتمر النخل، معناه أصبح ذا تمر. وأفلس أي صار ذا فلوس، أفلس ذا لبن برضو. قلت في القرآن فلما أثقلت دعوا الله، أثقلت يعني أصبحت ذات ثقل. لما أثقلت يعني شنو؟ أصبحت ذات ثقل. برضو شنو؟ أجرم الرجل، شنو دي؟ أي أصبح ذا جرم. في الآية تعرفها؟ تقدر تجيبها لي؟ أجرم في القرآن فيه، وضحت؟ اسم الصيرورة، اسم شنو؟ صيرورة شيء ذا شيء. لو قبيل لو ما دخلنا الهمزة دي ما بكون كده. الهمزة دي عملت لنا شنو؟ الهمزة بتاعت أفعل. صيرورة شيء ذا شيء، ألبن الرجل، أثقل، شنو ثاني شنو؟ أتمر وأفلس أصبح ذا فلوس. عرفتوا؟ مش مفلس. الثالث الدخول في شيء مكان، مثلا قال الدخول في شيء، أول من دخل الهمزة دي تديك معنى الدخول في شيء، ده معنى. هو ده أوريك معنى أفعل دي لسه شغالين فيها أفعلها. عرفتوا الثالث شنو يا أخي؟ الدخول، لا الدخول في شيء بس، مكانا كان أو زمانا. تقول شنو؟ أشأم من الشام، أشأم وأعرق. شو العرب ده بيحبوا الاختصار. أشأم أي دخل الشام، وأعرق أي دخل، وأصبح وقال زمانا ومكانا. يعني شنو؟ يعني أي يعني كان دخل في الصبح، وأمسى أي دخل زمن المساء. معايا يا شيخنا؟ عشان كده قال الدخول أدتنا معنى الدخول دي مني دي أفعل دي. شوفوا أفعل دي ماشية كيف؟ شفتوا لاحظتوا أفعل في معايا ولا معايا؟ أول حاجة للتعدية صيروا شيء ذا شيء، عملت لنا ثاني معنى بتاع الدخول في شيء. الرابع السلب والإزالة. تقول شنو؟ أغذيت عين فلان، أغذيت أنا أزلت عنها شنو؟ القذى. أغذيت مش معناها أنا بقيتها فيها غذاء، أغذيت عين فلان معناها شنو؟ أزلت عنه القذى. وأعجمت الكتاب أي أزلت شنو؟ العجم عنه. العجمة أصلا معناها الخفاء والإبهام. العجمة معناها شنو؟ الخفاء والإبهام. لما تقول أعجمت الكتاب كأنك أزلت شنو؟ عجمة الكتاب بنقطه. يقول لك معجم ما كان فيه نقاط، وكت ما كان فيه نقاط قرايته مالها
صعبة. إذا كأنه شنو؟ مبهم وما ظاهر معناه، مخفي معناه. لما تعمل له شنو الهمزة بتبقى شنو؟ أعجمته أي أزلت عنه شنو؟ ودي ظاهرة في اللغة العربية. شوف ما معنى القسط؟ أقسط معناه شنو؟ أقسط، لا أقسط عدلة، أقسط عدلة، قسط ظلمة، قسط ظلمة، دخل لها الهمزة أي أزال الظلم. أقسط عرفتها؟ أصلا شنو؟ قسط يعني شنو؟ ظلمة، دخل لها الهمزة. أقسط يعني شنو؟ أزال الظلم. شفت الهمزة اسمها شنو؟ هنا المعنى بتاع شنو؟ الإزالة وشنو؟ السلب، سلب الظلم. عرفتها؟ دي بنشوفها في اللغة العربية. شوف المصطلح ده من زمان احنا بنعرف قسط معنى الظلامة. كيف قسط الظلامة وأقسط عدلة؟ ما عارفين ليه؟ لأنه دخلت عليها شنو؟ همزة شنو؟ الإزالة، السلب والإزالة. وضحت؟ الخامس مصادفة الشيء على صفة أو وجدان شيء على صفة. والشيء قال مصادفة أو وجدان. خلاص؟ أحمدت زيدا أي صادفته محمودا. وأكرمته أي صادفته كريما، أي أو تقول وجدته كريما. أبخلت زيدا معناه شنو؟ وجدت أو صادفته بخيلا أو وجدته شنو؟ خيلا. معايا شغلة؟ دي اسمها شنو؟ ده واحدة من معانيها شنو؟ مصادفته الشيء على صفة معينة. وضحت؟ طيب السادس بتاعت شنو أفعله؟ الاستحقاق أو الحينونة من الحين، الحينونة أو الاستحقاق. كأحصد الزرع أي استحق شنو؟ الزرع الحصاد، أو حان زمان حصاده، أو حان أوان حصاد. يقول شنو؟ أحصد الزرع أي حان أوان حصاده، أو تقول شنو؟ استحق الزرع حصاد. جات بشنو؟ عملناها بشنو؟ بأفعل دي. أحصد الزرع. أزوجت هند يعني ما له؟ استحقت هند الزواج، يعني قرب تقوم مخطوبة. يقول شنو؟ أزوجت هند. ما عندنا أزوج الواثق، أزوج الواثق يعني شنو؟ حان، ولا بقول شنو؟ حان وقت زواجه. ما بقول كده؟ تقول آمين أنت. تقول كيف؟ أزوج الواثق. أيوه انت ما لسه. ليه لما يخطب اي كلام صلاة صحيح ما ختم، لكن الزول لما يخطب يقول شنو؟ ازوج فلان يعني حان اوان زواجه. وضحت؟ او تقول استحق بالهمزه دي. شاهدنا. السابع التعريض. تعريض ما التعريض بتاعكم ده؟ كأرهنت المتاع وأبعته أي عرضته للرهن. تعريض مش معناه التعريض ده، طيب يعني عرضته ده هنا معناه التعريض، معناه العرض. تقول أرهنت المتاع أي شنو؟ عرضته. وأبعته شنو يعني شنو؟ عرضته للبيع. عرضته من هنا بقول شنو؟ أبعته. وتقول أبعته معناه شنو؟ عرضته لشنو؟ البيع. وتقول أرهنته معناه شنو؟ عرضته للرهن. وضحت؟ طيب ما معنى التعريض ده برضه من معاني أفعال. شوف أفعال دي كثيرة كده الصمار الطلاقات التفضيل لا ملينا. ده ليه؟ لأنه من أصل الكلمات. رحم. الثامن أن يكون بمعنى استفعل كأعظمته أي استعظمته. أنا ما أعرف هنا جابوا ليه. أن يكون بمعنى شنو؟ أعظمته أيوة صح. أعظمته أي شنو؟ استعظمته. تضيف شنو؟ الهمزة يكون أعظمته. تقول شنو؟ هي بمعنى استعظمته. أعظمته يعني استعظمته. هاي عرفت كده؟ عرفت المعنى؟ وقعت لك؟
طيب أكبرته، لا جاية أكبرته دي ما هي هذه من جهة، لكن هنا بمعنى يعني شنو؟ بمعنى استفعلته، أضفت الألف والسين والتاء، دي معنى أعظمته بإضافة الألف. التاسع أن يكون مطاوعا لفعل بالتشديد، مطاوعا لفعل بالتشديد، نحو شنو؟ فطرته فأفطر، فطرته أفطر مش أكل، يعني جاي من الانفطار. أي فتفطر، تقول فطرته فأفطر فتفطر أي انشق. وبشرته فأبشر، وده العرب ما يستخدموا كده، ما بقولوا فطرته فأفطر، بقولوا شنو؟ فتفطر. لكن ده استخدام عند العرب قديما، يقولوا شنو؟ فطرته فأفطر، فأفطر يعني شنو؟ معناه فتفطر. وبشرته فأبشر يعني فتبشر، عرفتوا؟ لكن هم العرب ما بيستخدموا كده، المعروف والمعهود ما بقولوا أبشر، بقولوا شنو؟ تبشر. دي واحدة من استخدامات أفعالها. العاشر آخر واحد التمكين، كأحفرته النهر أي مكنته من حفره. تقول شنو؟ أحفرته النهر أي مكنته، أي أحلبته الناقة أي مكنته من حلبه، أرعيته الإبل مكنته من الرعي. ده كله بمعنى أفعل. شوف أفعل عندك كم معنى هسه. قالوا ربما جاء المهموز كأصله، المهموز كشنو؟ يعني احنا هسه قلنا الهمزة دي لما تنزل بتغير المعنى، لاحظوا ليه؟ جابت لنا 10 معاني. قال لك لكن مرات ربما دي للتقليل، ربما جاء المهموز يعني فيه همزة ده كأصله، ما في معنى جديد. 10 وريناك لها، لكن مرات بيكون بهمزته زي شنو بدون همزة، كشنو؟ كسرى وأسرى. سرى وأسرى بمعنى شنو؟ سرى فلان وأسرى فلان، المعنى واحد، الهمزة ما عملت حاجة، ما جابت معنى شنو؟ جديد. وأغنى عن أصله لعدم وروده، وأغنى عن أصله لعدم وروده، كشنو؟ كأفلح. ده واحدة تانية، يا إما الهمزة تجي وكأصله ويكون المعنى شنو؟ واحد، أو يكون أصلا جاي بشنو؟ بهمزة، وبدون همزة اللي هو الأصل ما في. العرب ما استخدموا ما في، يعني العرب ماله؟ كأفلح. أفلح أي فاز. في زول بيقول فلح من العرب عشان يقول فلح، ما أفلح دي ما فيها همزة، الأصل بتاع شنو؟ فلح. هل العرب استخدموا فلح لفاز؟ ما في، العرب ما قالوا فلح، بيقولوا شنو؟ أفلح بس. بيقولوا شنو؟ دي معنى أو أغنى عن أصله لعدم شنو؟ ده منو الأغنى عن أصله لعدم وروده؟ اللي فيه شنو؟ همزة. زي شنو؟ أفلح. أصل العرب دي ما قالوا غير شنو؟ ما قالوا فلح، دايما بيقولوا أفلح. أقسم للقسم، أقسم، فزول يقول قسم ما في، كلنا نقول شنو؟ أقسمت عليك، أقسم بالله، ما بشيلوا الهمزة، مع إنه هو الهمزة وأصله قسم، لكن الأصل ده ما مستخدم. ليه ما مستخدم؟ قال أغنى عنه أصله لعدم وروده، يعني العرب ما استخدمته. وضحت؟ وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة. قبل شوي احنا قلنا المتعدي ده هو كل لازم، قبل قلنا ماله؟ كان لازم، ركز معي، كان لازم لما نديه الهمزة بخليه شنو؟ متعدي. قال لك نادر يكون الفعل متعدي بدون همزة، ده نادر. العادة انه اي متعدي بهمزة، ولازما بها كمان. نادر يكون شنو؟ هو لازم وفيه همزة. فهمتوا كلامه؟ هي عشان كده انا ما قطعت الدرس ده، لانه ده مربوط بالكلام الفات حتى لو طال الزمن. ليه؟ لانه ده مربوط باللازم والمتعدي والهمزه. طيب قال كان شنو؟ نسلت الريشه، او نسلت ريش الطائر. نسلت ريش الطائر، ده متعدي. متعدي ولا متعدي؟ نسلت فيه همزه؟
ده نادر في العربي. العرب زي ده نادر، يكون هو ما فيه همزة ومتعدي. وأنسل الريش، أنسل الريش لازم، ده نادر. عين على اللازم فيه شنو؟ همزة هنا مقلوبة، والمتعدي ماله؟ مفهوم. قال لك المقلوب ده نادر. وعرضت الشيء أي أظهرته، عرضت الشيء، وأعرض الشيء، وأعرض الشيء. عرضت الشيء متعدي، وين الهمزة؟ ما في. لو خدت لي الهمزة بيبقى لازم. أعرض الشيء أي ظهر، أعرض الشيء بقى شنو؟ لازم. لاحظتوا؟ مقلوبة لأنه فيه همزة. وكببت زيدا على وجهه، يا ساتر. كببت زيدا، كببت دي متعدي لكن ما في همزة. لما انت قلت لها الهمزة يبقى كيف؟ وأكب زيد على وجهه، بقى متعدي، بقى لازم، ما عنده مفعول به. وضحت؟ ثاني وقشعت الريح السحاب، هي أزارته. قشعت الريح السحابة، ده متعدي ما فيه همزة. خدت لي الهمزة تقول شنو؟ أقشع السحاب، أقشع بقى لازم، بقى شنو؟ قال لك دي حالة ما لها يا مولانا نادرة في الأفعال دي. عرفتوها يا أفعال؟ نسل وعرض وشنو؟ وكب وقشع. خلاص. قال الشاعر كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت، أو وتجلت. أشاهدنا أبرقت وشنو؟ وأقشعت. شايفة؟ طيب وضحت كده يا جماعة؟ دي 10 معاني وشنو؟ وما أراد أن يقوله من أمور نادرة. خلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.